حياكم الله، ورجعنا وياكم بفيديو جديد من قناتنا. يلا نشاهد عالم الرعب إيفان حسين. قبل ما نبلش بالقصة، اليوم القصة من الواقع، قصة صارت بمقبرة وادي السلام. قبل ما نبلش دوسونا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، لا تنسون الصلاة على محمد وآل محمد. يلا نشاهد. يوم من الأيام اثنين متزوجين قاعدين ببيت بوحدهم، فالرجل قاعد ينعد شرباية هو ومرته. سألها قالها شنو أمنيتك بالحياة؟ كان جوابها قالت له نشتري بيت بالنجف. صدم، ليش بالنجف؟ قالت له على مود إذا أموت ما تنساني، كل فترة تزور. الرجل قال حسن، أقول لك الأمنية تقولي لي جبتينا الموت بالنص ليش؟ فشوية النوب رجع سألها قالها شنو أكثر شي خايفة منه؟ قالت له أكثر شي خايفة منه أول 3 أيام بالقبر. هو قالها أنت جاي تفاولين علينا بالموت. قالت له أنت سألتني وأنا جاوبتك. قالها وعد من عندي ما راح أخليك وحدك بهذه 3 أيام، راح أكون بصفك، بس إذا أنا مت تقبلك لا تكونين بصفي، لأن خطرة بالليل المقبرة عليك. اتفقي. عدت أيام فترات، جانا ورايحين على بيت أهله زيارة. أثناء رحلتهم اندعمت سيارتهم، الرجل صحى هو بالمستشفى. صح الدكتور، يا هذا الدكتور شنو اللي صار؟ يلا جابتكم الإسعاف، انتو بالحادث انصابيتوا. يلا زوجتي وين؟ الدكتور ظل صافن شوية قال انتقلت إلى رحمة الله. انهار من البكي. فطلعوا باب المستشفى، طلعوا بها على النجف، أدوا مراسيم الجنازة بشكل طبيعي. أهله قالوا له يلا نرجع، قال لهم أنا ما أرجع، أنا منط وعد لازم أوفي بيه. قالوا له شنو الوعد؟ قال لهم أنا منطيها وعد إنه أول 3 أيام بالقبر أنا ظل يمها، قالها دعاء يابا ما يصير يجون علينا ضيوف عالم تجي تاخذ من خاطرنا. قال لهم أبد، فيت وعد لازم أنفذه. حاولوا وياه بكل الطرق ما اقتنع، ظل قافل ومصر على الشيء اللي يريده، إنه يقيم من القبر مال زوجته. بدأ يحل الظلام، دنيا الليل وبمقبرة، والظلام الهدوء لا أبعد الحدود. هو قاعد يم قبرها عالق شمعة يقرأ لها دعاء، شوية ويسمع لك صوت السواني عيطا بمسافة تقريبا 100 متر أو 50 متر عياط. قال احتمال جابوا لهم شخص ميت عزيز عليهم. شوية وقام يعلى الصوت، وقال خل أقوم أشوفهم. أخذ بي الفضول، قام راح طاوع يمنى يسرى، اتجه على المكان اللي خرج منه الصوت. كانت الصدمة ماكو أحد، المكان خالي جذري. احتار قال معقولة راحوا بهاي السرعة؟ فقرر يرجع ينقبر مرته. أثناء ما قاعد انتبه مرة قدامه، ملامح ما مبينة بس مسافة بعيدة تباوع عليه، تنظر له بنظرة حادة. قال شنو السالفة؟ معقولة يعني واقفة يم قبر رجلها أو أخوها أو أبوها؟ يجوز القبر وجهه لهنا، يعني أنا عبالي جاي تباوع علي. شوية نزل إيده جاي يدعي ويقرأ،
رفع راسه، المرة اختفت. ظل مصدوم، شنو اللي جاي يصير؟ ظل قاعد شوية، رجع يسمع صوت العياط مال النسوان اللي سمعه بالبداية. راحوا ورجعوا، معقولة؟ قرر يروح يشوف هاي النسوان شنو موضوع. قرر يتجه على مكان الصوت، هم ما لقى أحد والصوت انقطع نهائيا. ظل يستغفر ربه ويتعوذ من الشيطان. أثناء ما جاي يرجع على قبر زوجته، لقى أنه أكو طفلة بين خيالها تقمز على القبور. فقرر يتجه عليهم، قال اليوم ذولي يقمزون هناك، باكر يقمزون على قبر زوجتي، فلازم هيك عالم أروح أسوي لهم حد. أثناء ما جاي يمشي بين القبور لحد ما وصل لين مكان الطفلة اختفت. بدأ الخوف يدخل قلبه، ظل يصيح اكو أحد هنا؟ يا ناس يا عالم، كل على صوته ما حد يرد عليه. رجع يم قبر زوجته، بدأ يسمع صوت العياط مال النسوان. راح عالسريع ركض، لاحظ ان الصوت يخرج من احد السراديب اللي داخل المقبرة. ظل مصدوم، قال معقولة اكو عالم بهذا الوقت داخلة للسرداب وتبكي او جايين على موتهم؟ مستحيل. فقرر يتقدم على السرداب. لقى الباب مسدودة بس العياط يطلع من جوا من داخل السرداب. وصل قريب على الباب، صاح عليه رجل عجوز. أثناء ما قال له جاي تسوي هنا، الرجل انصدم، شنو اللي جاي يصير؟ قال جاي سمعت صوت من جوا، داخل أشوف. قال له ما مضطر تجي تشوف، ارجع على مكانك، هذا السرداب لا توصل له. قال له شنو السبب؟ قال له لا توصل له خلاص. قال حلفه، قال له احكي لي شنو السبب؟ قال له هذا السرداب ما حد دخل عليه وطلع صاحي، مستحيل. شلون يعني؟ قال له هاي أحد أكبر المشعوذات كانت في النجف، ومن ماتت جاي تنال عذابها بالقبر، ويوميا يخرج هذا الصوت. فالرجل جسمه صار بيه قشعريرة. قال له خلاص رحم الله والديك لأنك نبهتني. قرر يرجع يم قبر زوجته، ظل قاعد لحد ما حل الصبح عليه. قرر يروح يسبح، ياكل له لقمة، هو ما ماكل. راح سباح كل له لقمة، جاب أكل ويا سفر، ظل قاعد يم قبر زوجته. بدأ يحل الظلام، بدأت تظلم لحد الساعة 10 بالليل. كل شي ماكو، الوضع هادئ، كل شي ما يشوف. هناك ويرجع يرفع راسه وينصدم انه المرة شافه واقفة البارحة، واقفة بنفس المكان اللي كانت واقفة بيه، وتنظر له بنظرة حادة إلى أبعد الحدود. قال له صح عليها، تفضلي رايدة شي؟ علو صوته، ما كانت تجاوبه. قال ما دخلني، خلينا أكمل دعائي. ظل قاعد جاي يدعي. صارت الساعة 1 بالليل، بدأ يطلع الصوت من السرداب. هو الخوف دخل قلبه، بل يتعوذ من الشيطان.
كل ما هاي الصوت يعلى من السرداب ويقوى ويقوى، فقرر يروح السرداب. قال اليوم أرد أقتل فضولي وأرد أشوف شنو اللي داخل السرداب. فقرر يتقرب يم السرداب، حاول يفتح السرداب مقفول، ظل يعتب القفل، طق القفل عشان يفتح باب السرداب. ظل يسمي بسم الله ويقرأ آيات قبل ما يدخل، فحط رجله ودخل السرداب. وكانت الصدمة، خرج من السرداب يصرخ صراخ النساء ويركض ويصرخ، يركض ويصرخ، لحد ما وصل يم قبر مرته. يقول الشخص أنا لما وصلت يم قبر مرتي حطيت ايدي على القبر، قعدت ما صحيت ولا دريت شنو اللي صار بعد. ما صحيت إلا أني بمستشفى، تحت عيوني أنا بمستشفى وإيدي مربوطة. شنو اللي جاي يصير؟ ظل يصيح من هنا، أكو أحد هنا يجيني؟ شوية وتنفتح الباب، يدخل عليه أحد الدكاترة من المستشفى. قال له شو تريد؟ قال له أنا وين؟ قال له أنت بالمستشفى، مغشم نفسك مثلا؟ قال له مستشفى شنو؟ أنا كنت بالمقبرة آخر شي. شنو اللي جابني على المستشفى؟ قال له أنت بالمستشفى مال الشماعية. شو مستشفى الشماعية يعني؟ أخي أنا بالمقبرة كنت، ما أدري شنو اللي صار. شفته داخل السرداب، طلعت ما عند لا جسمه سيطر عليه، أحس رجله تركض وحده، حلقي يصيح، أحس نفسي إنه أتحكم بس بعيوني جاي أشوف شنو اللي جاي يصير، لحد ما انغمى عليه. قال له أنت بمستشفى الشماعية. قال له اليوم ايش قد بالشهر؟ قال له اليوم 12/3. شنو 12/3؟ احنا شهر الثالث يوم 12. أخي أنا مرتي ماتت بشهر 12، شنو اليوم احنا شهر الثالث؟ ايش قد صار لعن هنا؟ صار لك حوالي 4 أشهر. شلون 4 أشهر؟ ما حد اجى سأل عليه؟ قال له أهلك اللي جابوك لهنا. انت ما تتذكر شنو اللي صار؟ قال له، فسولف له القصة مالته. قال له أنا هذا اللي مريت فيه واللي شفته داخل السرداب ما كان لازم أشوفه، وهو اللي وصلني لهاي الحالة. شرح القصة للدكتور. الدكتور قال له أنت بسبب الشي اللي شفته عقلك اختل التوازن ماله وقمت ما تسيطر عليه، سيطر بس على عيونك. شنو اللي شفته؟ قال له ما أقدر أحكي، يعني اللي شفته كان مخيف إلى أبعد الحدود. قال له أحكي، ظل حاول يلح عليه الدكتور. قال له اللي شفته إنه قدام مرة عجوز يشتعل من نار. الدكتور قام يتعوذ من الشيطان ويستغفر ربه. لهنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. صدقوا إنه بثنا التصوير 4 مرات، فتحت التصوير جسمي كزبر. هاي القصة هاي أحد القصص المرعبة اللي نقلها الدكتور، سمعتها عن لسان الدكتور. تمام، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم إيفانسيا.